السلام عليكم ورحمة الله. أنا الآن في مخبز في غرب الخرطوم، بنستلم دقيق حصتنا اللي بتجينا يوميا، بنستلم من الأمن الغذائي، يعني لا توكيل ولا كلام فاضي، بيجيبها الأمن الغذائي براه بنفسه، يعني دفاراتهم وعرباتهم بتجيب الدقيق بتوصله لحد المخبز هنا. كان كل شوية بيجونا نصاحي ينطوا لنا يوم ويومين واليوم الثالث، كل يوم بيشيلوا حقهم ويمشوا، لا كرت صحي لا رخصة لا كلام فاضي، بيشيلوا كسرة وبيمشوا. إلا من شوية مما لا الدقيق مسكوا الأمن الغذائي بقوا بيجونا لا بنطوا لنا، عارفين ليه؟ لأنه الدقيق بتاعهم بقى مدته منتهية. يعني شوف والله العظيم دقيق مدته منتهية، التاريخ ممسوح من عليه مرة واحدة، لا تاريخ لا كلام فاضي. الكلام ده له شهر كامل، شهر كامل نحن بنوكل في الشعب دقيق ايش تاريخ مدته منتهية، يعني كده بس شغل بالواضح. احنا جاي من الامن الغذائي لا كلام فاضي ولا ناس صح قاعد يجونا، ونص المخابز بتاعت ولاية الخرطوم والولايات كلها ده الدقيق بتاعها كده، ده الدقيق قاعد ينزل السوق وقاعدين يكذبوا ويقولوا ان احنا والله قبضنا 2000 شوال بتاع بقر وما تعرف شنو، ودي اللي عامله الازمه. ازمه شنو؟ بقر شنو؟ بتاع بقر شنو اللي بيشيل لها 2000 شوال يعمل بها شنو؟ 2000 شوال وكيلو بقر. يا اخي اتقوا الله يا اخي عين، ده دقيق والله مدته منتهي، ودي كلها والله العظيم كل يوم بتجيني حصص والله بنفس الكلام. تواريخ محيى العديد من الشوالات، الشوالات ذاتها تجي لكتابتها تسيت معها، الدقيق كله بقى كده بس. يعني تجي للتاريخ ما في تاريخ، في البدايه كان التاريخ بيتعدل، بيجيبوا تاريخ معدل، التحت واضح انه التاريخ مدته منتهيه، والفوق جاي كده. يعني شو عليك الله، دي الناس يقولوا عليهم شنو عليك الله، والله حسبي الله ونعم الوكيل بس.